ايقاف هاني حتحوت لمده 3 اسابيع وتغريم قناه مودرن MTI 100,000 جنيه بسبب الاخبار المضروبه عن النادي الاهلي. وانا مش مستغرب ليه؟ اصل ده هاني الزملكاوي. ونقطه تانية هنتكلم فيها، يا بخت جمهور الزمالك بماتش بيراميدز النهارده، وهقول لك ليه. تعالى نبدا ونتكلم في حلقه جديده من حلقات المشجع ونقول هاني حتحوت وايقاف هاني حتحوت. اللي خلينا نبقى متفقين ان انا من الناس اللي دافعت عن هاني حتحوت ايام مشكلته وازمته مع مرتضى منصور لما وقفوا ومنع برنامجه، ويمكن كنت الوحيد اللي طلع واتكلم ووقف في صف هاني. ولكن ده لا يمنع ان هاني زملكاوي. ده هاني يا جماعه، هاني حتحوت الزملكاوي، هاني حتحوت اللي مصمم يدس السم في العسل، ومصمم يعبر عن زملكاويته، ومصمم على ده. وانا مش مستغرب، والمواقف كتير. هاني حتحوت اللي طلع قبل كده واتكلم وقال على وعمل قصه كبيره لو تفتكروا لما قال ان وليد سليمان في 22، ده وليد سليمان وياسر ابراهيم اتخانقوا وعملوا خناقه كبيره، وقعد يحكي في تفاصيل الخناقه زي ما يكون كان قاعد وسط اللعيبه في عز ما كان فيه ازمات ومشاكل وايقاف قيد وغرامات على الزمالك وما بجيبش سيرتها. هنا يبقى انت عندك مشكله في السرد، لان لو انا هفرض صحه الواقعه اللي انت بتقولها، يبقى ازاي انت كصحفي او كاعلامي ما بتقولش الواقعه الثانيه لو انت بتقول انك محايد ولكن انت زملكاوي؟ هاني حتحوت اللي طلع وقبل كده وقال ان حمدي فتحي عمل جلسه عشان عنده عرض في قطر، وطلعت انا ساعتها وقلت حتى لو عنده والخبر صحيح ولكن توقيته قبل نهائي افريقيا للاهلي، وان حمدي فتحي صمم يعمل قعده قبل النهائي، ده كان غرض، والغرض مرض لانه زملكاوي وعايز يضرب استقرار الفريق في الوقت ده. هاني اللي طلع وقال قبل كده ان كابتن سيد عبد الحفيظ مشي وان اللعيبه كان من الاسباب ان اللعيبه كانت بتشتكيه عشان ما كانش بيرد عليهم، وان اللعيبه كانت بتوصل لكابتن الخطيب وبتكلم كابتن الخطيب، وده في عز وجود ازمات كارثيه جوه نادي الزمالك ومشاكل كارثيه وديون وايقافات قيد وغرامات وسمسره واللعيبه ما بتنزلش تمرين. ده كان هاني حتحوت في عز ما هو الكلام غير منطقي، لان اللعيبه اللي كان معاها كابتن سيد مدير كوره ايامها موجود معاه كل يوم في الملعب مش عارفين يوصلوا له وبيوصلوا لكابتن الخطيب. فده هاني حتحوت. هاني حتحوت اللي طلع وجاب الفيديو بتاع كهربا، واول من اذاعه واعلنه بتاع اوف احا كهربا حطه صح. هو هاني حتحوت اللي عمل نفسه مش واخد باله من واقع الدونجا وزيزو لما اداله الزغروف. كل ده هاني حتحوت يا جماعه. فانا مش مستغرب عشان ده هاني الزملكاوي اللي زملكاويته للاسف بتتفوق على مهنيته وعلى حديثه وعلى كلامه وعلى انه اعلامي. ما اقدرش انكر كل ده ولا هغير كلامي، ولكن زملكاويتك اكبر من مهنيتك، زملكاويتك خسرتك مهنتك للاسف. انا مش مستغرب لان ده هاني حتحوت الزملكاوي. فطبيعي لما يطلع يقول اخبار يعمل بيها بقى دعايه للقناه، يعمل بيها ترند، يضرب بيها الاستقرار، ولكن هي حتى العقل والمنطق مش هيصدقها، لان مش من المنطقي ولا من العقل ان كابتن الخطيب اللي هو اساسا قرر بتعيين كابتن سيد وكابتن ياسين منصور في المهام دي لانهم اعضاء مجلس اداره، هيطلع يقول انتوا بتهمشوني، وهو اللي من بعد ماتش الترجي قرر ان هم يبقوا المسؤولين عن الملفات. هيهمشوه ازاي وهو اللي معينهم وهو المشرف الاعلى على الكوره؟ فكلام غير منطقي، تصميمه على الخطا. ولكن انا مش مستغرب ده لان هو ده هاني حتحوت الزملكاوي. ده هاني يا جماعه، فطبيعي انه يعمل كده. وزي ما بقول لك لما يطلع يقول خبر زي ده عن النادي الاهلي في عز ما يكون عندي الاتي، عندي نادي في رئيس نادي مختفي بقاله سنتين ما حدش عارف عنه حاجه، عندي نادي تم تجنيب اعضاء مجلس الاداره، عندي نادي المسؤول عن النادي والمتحكم في النادي والامر في النادي سمسار لعيبه هو اللي بقى مسؤول عن كل حاجه في النادي والامر الحاكم الناهي. لما يكون عندي نادي رئيسه الشرفي اللي لسه واخدها قريب هو اللي بيدفع مرتبات وبيدفع فلوس وبيدفع مكافآت، ومحدش من مجلس الاداره يعرف حاجه وكلها ما بينه وما بين الشخص السمسار اللي جم مسكون نادي،
اعتقد ان انا واقعد ساكت لما انا يبقى عندي مشاكل عاملها لعيبه جوه نادي زي عبد الله السعيد، ومشاكل على المكافآت وطريقه صرفها، وان ازاي ده بياخد وده ما ياخدش وليه بتتوزع بالتساوي. لما يبقى عندي لعيبه ما بتحضرش تمرين وكانت بتعمل مشاكل عشان ايقاف المستحقات، وان مش هنلعب غير لما ياخد فلوسنا، وكان بيتم ان هم مصابين في عضله الاي تي ام، وانت كاعلامي وكصحفي عندك المعلومه بتفاصيلها اكتر مني. انا راجل لا صحفي ولا اعلامي، انا راجل بحب الكوره، بحب الاهلي، بحط الكاميرا واطلع اتكلم مع الناس، ما اقولكش فلا لا صحفي ولا بتاع اخبار. لما انا يبقى عندي المعلومه وعندي الخبر من جوه الزمالك، امال انت بقى يبقى ده انت عندك تفصيله، عندك بالحرف حصل ازاي، وتقعد ساكت وما تتكلمش، يبقى زملكاويتك غلبت مهنيتك. لما يبقى عندي لعيبه زي حسام حسن وزي لعيب اخر في فيوتشر، في نادي فيوتشر بيطلعوا يتكلموا عن يعني صعوبة تعامل الإدارة وظلم الإدارة ليهم كلاعيبة وتعسف الإدارة معاهم، وما تقدرش تطلع تتكلم عشان ملك القناة وأكل العيش وتتكلم بس عن الأهلي، يبقى زملكاويتك غلبت مهنيتك. وأنا مش مستغرب ليه؟ عشان ده هاني يا جماعة، هاني الزملكاوي ده هاني، في حد يزعل من هاني؟ ولكن للأسف هي دي العقلية الزملكاوية، وزي ما قلنا وهنفضل نقول، وهيفضل المثل الشهير بالنسبه لي، اللي اختشوا ماتوا واللي دلسوا بقوا زملكاويه. اخيرا وقبل ما ننهي حلقتنا، هاني اتوقف ال3 شهور ومودرن دفعت ال100,000، واتمنى ان الاهلي يفضل في هذه المواقف القويه للناس اللي بتحاول تضرب اخبار، ولكن اتمنى ما يبقاش هاني بس، هاني وحتى لو حد من عندك من جوه ما تبقاش على الكيف هاني هغضب عليه وغيره لا. الحاجه الاخيره طبعا الناس، انا بالنسبه لجمهور نادي الزمالك فشايف ان الناس عندها، جمهور نادي الزمالك عنده مصلحه، عنده ميزه قويه جدا، وهي يا بختهم بماتش بيراميدز النهارده. جمهور عنده من الاريحيه انه لو كسب هنطلع نقول رغم الصعاب، رغم الظروف، رغم الاهوال، رغم ان احنا موقوف قدنا، قدرنا نعدي البحار ونعدي الانهار ونكسب بيراميدز ونتصدر الدوري بالناشئين اللي زي ما انت عارفين، زي حسام عبد المجيد ومهدي سليمان وعبد الله السعيد واحمد فتوح، سيف الجزيري وعدي الدباغ وبزيره، لعيبه متوسط اعمارها 35 سنه، بس مش مهم، ادينا لعبنا بالناشئين، وهو الجمهور بيحب يسمع القصه دي، فيا بختنا. طب لو خسرنا والله كتر خيرنا، دي لعيبه ما بتاخدش فلوس وهننسى فلوس المكافآت اللي بيدفعها ممدوح عباس، ويا لعيبه ما بتاخدش فلوس، لعيبه رغم الظروف عندها ظروف، لعيبه جايه على نفسها والنادي جاي عليها، فكتر خيرهم والله ان هم وصلوا للمرحله دي. فيا بخت جمهور الزمالك اللي بيتفرج النهارده وهو عنده الاريحيه بتاعت لو كسبان هيزيط ولو خسران هيقلب الشريط، لانه عنده المبرر. بصراحه تشجيع ولا احلى من كده. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير، وتوصلونا للغير. سلام.